السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم دمان ولا له كحرن كنالكن. وحنا الله سبحانه وتعالى ويديسننا إنه نوافجيه خير كبشان بركيسنا رمضان إن شاء الله. waxaad ku soo dhawaataan saaxiibayaal qayb kale oo kamid ah barnaamijkii Anta Kafu ama haddii aan af Soomaali ahaan u dhahno waad u qalantaa. barnaamijkan ayaa qofka oo aan sii ogeyn loogu yeero hawl caadi ah oo uusan ka shakinayn, laakiin marka uu goobta yimaado waxaa looga yaabayaa ficillo iyo hadallo isaga loogu abaalgudayo oo aanu filayn. barnaamijkan oo ujeedkiisu yahay in loogu mahadceliyo dadka waxgalka u ah bulshada ayaa waxaan maanta soo qaadanaynaa xalqad ka mid ah xalqooyinka barnaamijkaas oo runtii xiise gaar leh. xalqadeena maanta waxaa marti ku ah Khalid oo ah shakhsi mar nolosha ka dhacay oo ay la degtay isticmaalka mukhadaraadka noocyadiisa kala duwan, laakiin alle mahadii hadda ah shakhsi aad u wanaagsan, sidoo kalena u istaagay sidoo uu caawin lahaa dhalinta balwadaha xunxun noloshooda ay saameysay. waxbayaan hadalka idinku daalinay, ku soo dhawaada sheekada Khalid oo dhammaystiran. يلا شباب نسكر الشارع. الحين دخلوا الشاشة. يلا الشاحنة. تبديل الإعلان. دراي الشباب. الحين البنات. الراديو. نرحب فيكم مستمعين الكرام. رجعنا لكم بقصة جديدة وبطل جديد، لكن اليوم في صدفة غريبة. بطلنا قاعد يسمعنا الحين وهو متواجد عند الإشارة الضوئية في منطقة ديار المحرق. بطلنا خالد مر في رحلة صعبة للتعافي من المخدرات وتخطاها بكل جدارة، وقرر ما يوقف عند هالحد ويسخر حياته ويتطوع لمساعدة المدمنين للتعافي، وبالفعل كان السبب من بعد الله لتعافي الكثير وبدءهم حياة جديدة. قصة ملهمة نسمع تفاصيلها معاكم. كان إنسان وايد حبوب، يحفظ ما شاء الله القرآن، وإنسان طيب، وإنسان يعني خلوق وجميل، ويعني حبوب الواحد يحب يقعد معاه. والله كانت حلوة من الأوائل وشاطر، بس إرادة الله أمي، إرادة الله. أصدقاء السوء الصحبة يخلونك تطيح حق المادة حق الفلوس، هذا اللي يصير. يعني خبر أنه والله خالد بدأ يتعاطى مخدرات. فخالد كان إدمانه سيء، يعني لو تصور لي إدمان أي شخص أقول لك خالد كان أسوأ إدمان. خالد من السيئين اللي كانوا في الإدمان. أتذكر في يوم من الأيام يعني تليفون من ناس وقالوا لي والله تعال خالد خلاص منتهي. يعني كان ما يتنفس عدل، وكان طايح ومشقق نفسه كله يعني. وسمعت من الجماعة اللي وياه أن اليوم كان في واحد صديقه توفى معاه، كان ماخذ جرعة زيادة، فكان خالد مسوي هذه الطريقة على أساس أنه يلحق صديقه، لأنه يقول الدنيا خلاص يعني ما فيها خير. الدكتور طبعا هناك كان فاقد الأمل أن خالد يقوم خلاص يصحى مرة ثانية. في ذيك اللحظة خالد فتح عينه، فيوم فتح عينه الدكتور كلم خالد وقال له ترى
مو احنا اللي قومناك، يعني انت قمت بكتبة رب العالمين ودعاء والدتك الله يحفظها، لان انت كنت خلاص يعني عندنا احنا شبه ميت يعني. خالد تخطى مرحلة الشخص المتعافي، يعني هو مدرب حياة أقدر أقول. الحين خالد هو يعني المعالج اللي تقريبا قاعد يساعد الشباب المدمنين بشكل كبير. في ناس وايد تعافوا على يد خالد بطريقة اسلوبه، بطريقة فهمه، بطريقة انه هو كان واحد يعاني مثلهم. هذا وايد تعبان الحين ويا الناس، يبيهم يستوون مثله، الحين يبي متحسف على حاله ويبي له وادم تستوي مثله، ويراكض يمين وشمال ويراكض ويا الوادم. وايد تعب، هاي تعب عليه بعد. والله انا وايد احب ابو امل، لانه اخو ووقف وياي وايد ويساعدني ويقول لي محمد ترى انت تقدر توقف، ما في شيء صعب. كان يعطيني القوه والامل. وايد ناس من حولي ايسوا فعلا، لان حاولوا انه يساعدوني وما قدروا. حاولوا مره ومرتين وثلاث بس تمل الناس. لكن استوعب خالد والله. انا ما ادري من وين جايبه هو هالشيء ذي، لكن كان عنده ايمان ان كل مدمن يقدر يوقف تعاطي مخدرات. يساعد الناس، قلبه رحوم من الله، خلق قلبه. هو محتاج البيزه لكن لا، يعطي غيره. وايد قلبه رحوم. مشكور وايد يا ابو امل، مشكور وايد صراحه على كل اللي قاعد تعطيني اياه، على كل اللي قاعد تسويه وياي. وايد احبك ابو امل، انت صراحه علمتني شلون اقدر اعيش من غير ما اتعاطى مخدرات. انت يعني يا خالد حبيبي بدلت المعادله، يعني من انسان مدمن بلا امل كلش الى انسان يعني معالج ويعطي الناس الامل. خالد شوف يمه، انا الحين انا مفتخره بك، والله يخليك ويبارك فيك ويهديك ان شاء الله ويجعلك من الصالحين ويهدي بنيتك ان شاء الله وتفرح فيها يا رب العالمين. فخورة فيك، فخورة اني انا في حياتك، واشكر الله انه جعل هاي النصيب ما بيني وبينك. والله يعطيك العافية ويقويك ان شاء الله ويعوضك خير. أحب أبو وايد. فرح، من كثر الفرح صار خوف، خفت، ارتبكت، مو عارف انا صج مو صج ما ادري. ابى اقول حق امي الله يحفظك ويخليك، وهذه اللي انا فيه من مساعده انت علمتيني. اهل البحرين هم اللي كفوا ولهم وقفات واكثر من كذي وقفات، لهم وقفات في ضيق، لهم وقفات. فهاي اهل البحرين هم الكفو. خالد انت كفو. خالد انت كفو. خالد انت كفو. ابو امل انت كفو. بابا أنت كفو. انت كفو يمه. رحلة خالد بكل ما تحمله من ألم وأيام صعبة وطويلة، لكنها علمتنا أن القوة والأمل والثقة برب العالمين ممكن تصنع المستحيل. خالد أنت كفو.